دكتور، خلعت ضرسي ومش عايز اركب مكانه، هل في مشكله لو انا ما ركبتش مكانه ولا ينفع امشي بالموضوع كده وعادي؟ يعني يا دكتور ضرس وخلعته وخلاص. هقول لك كل حاجه في الفيديو ده. لو انت خلعت ضرسك وما ركبتش مكانه هتبوظ البالانس بتاع الضروس بتاعت حضرتك. يعني ايه؟ يعني ربنا خلق لي الضرس ده واقف في مكانه علشان في ضرس ساند عليه من هنا والضرس ساند عليه من هنا والضرس ساند عليه من فوق. طب لو انا خلعت الضرس ايه اللي هيحصل؟ لو تخيلوا معايا انا خلعت الضرس اللي في النص، الضرس ده هيميل ناحيه الفراغ كده والضرس ده هيميل ناحيه الفراغ كده. ايه المشكله برضو يا دكتور؟ لما ده ميل ناحيه الفراغ عمل فراغ مع اللي قبله، ولما ده ميل ناحيه الفراغ عمل فراغ مع اللي بعده. الفراغات دي هتبتدي تكبر مع الوقت، تحشر لحضرتك بواقي اكل، يجي المريض يشتكي من بواقي اكل متحشره ما بين الضروس، تعمل تسوسات والتهابات في اللثه. نقطه كمان، لما حضرتك بتخلع ضرس وما بتركبش مكانه، العظم اللي مكان الضرس ده بيهبط شويه ويحصل له ضمور، فلو احتجت تزرع بعد كده ممكن لا قدر الله تحتاج زرع عظم او حاجه. نقطه اخيره، حضرتك لو خلعت سنه او ضرس او ناب باينين عند حضرتك في الضحكه او الابتسامه بتاعتها، المنظر العام مش هيكون الطف والذ حاجه. اللي عايز اقوله لك انك لو خلعت ضرس ما تستسهلش وركب مكانه، علشان هو ضرس واحد ممكن يبوظ لك البالانس والميزان بتاع العضله اللي ربنا خلقك عليه. ولو عايز تعرف عروض التركيبات تعالى دورنا في عياده الشام الاسنان او تواصل معنا عن طريق صفحاتنا.